تحذير، يا ريت محدش يجرب اي حاجه اشوفها جوه الفيديو ده. نهار اسود ده كده مخلل بالشطه، هنحط عليه سكر ونفول. الله، اللي مش عارف ايه هي الميه الخضراء دي ميه كده بتحط على بلاش تبرد درجه حرارتها، يعني فيها مواد كيميائيه يعني تسمم وايه 100 100. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اطفال، فكره فيديو النهارده: لا تخلط المشروبات الخطأ. هتبقى مذبحه يا شريف. زي ما انتم شايفين معانا حبه مشروبات حلوه زي ميه بسكر وبيبسي وتفاح ولبن ومانجا، ومعانا على الجانب الاخر شويه مشروبات وحشه وحاشه زي ميه مخلل بالشطه، ميه فول بغير الفول، ميه بصل بالبصل، ميه خضره بتاعه العربيه، وماء تونيك. كل الحاجات دي مكتوبه في ورق موجود هنا اهو. كل اللي علينا نختار ورق كده عشوائي ونشوف مكتوب في ايه، 3 ورقات كل مره، ونخلطهم في الخلاط. كده قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش تنزل تصلي على النبي في الكومنتات، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو ده توصل له اكبر عدد من اللايكات. ما تديني لايك يا اخي. يلا بينا نبدا. ودلوقتي يا جماعه دي اللحظه اللي هنختار فيها مشروبات عشوائيا، عشان ما تقولوش ان انا متفق ولا مظبط حاجه. اهو ادي 1، ادي 2، ادي 3، هنفتحهم مع بعض دلوقتي حالا. اول حاجه ميه خضراء بتاعت العربيه. تاني ورقه وربنا يستر وربنا يستر. ايه دي عشان مش شايف. مياه بصل. اما انا فرحان ليه، دي حاجات وحشه. اما اخر حاجه بيبسي. الحمد لله الحمد لله. شايف انا اتحمست مع انهم حاجات وحشين، بس ماشي كده. هنختار ميه خضراء بتاعه العربيه، وميه بصل فيها قطع بصل زي ما انتم شايفين، وبيبسي في كوبايه الخلط بتاعتنا. وهنبدا نحط الميه الخضراء. اللي مش عارف ايه هي الميه الخضراء دي ميه كده بتحط على بلاش تبرد درجه حرارتها، يعني فيها مواد كيميائيه يعني تسمم وايه 100 100. مياه بصل. شايفين قطع البصل؟ حاجه بسم الله ما شاء الله تقرف. بيبسي. وهذا الجمال. عشان نتاكد ان هم امتزجوا مع بعض هنخلطهم في الخلاط. وده كده شكلهم بعد الامتزاج. شكلهم لا يوحي باي شيء الا شيء واحد: النتانه. خلوا ال3 دول هنا كده عشان لو حصل لي حاجه يبقى دول السبب. ريحتها البصل فيها ايه، ريحتها تقرف. سمي بسم الله. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ انا خدت بعشم قوي، طعمها تقرف. اللي انا بعمله في نفسي ده لازم عشان اكسب التحدي اخد منها بق وابلعه. اقسم بالله شربت منها بق صغير مش قادر. اسمحوا لي اشرب ميه. شايفين انا بعمل ايه عشان امتعكم بالفيديوهات؟ بضحي بصحتي. ما تنساش بقى اللايك. والان راوند 2. دلوقتي هنختار تاني برضو 3 ورقات. على فكره رجعت الورق اللي احنا اخترناه برضو هنا اهو، لان احنا ممكن نختارهم تاني، يعني ممكن نختار بيبسي تاني او ميه خضراء او ميه بصل لحد بقى ما تخلص. لو خلصت خلاص بقى كده مش هنختارها تاني. يلا بينا. حينجا بينجا شينجا، حينجا بينجا شينجا. ماء تونيك. نفسي اعرف انا بفرح ليه، ودي حاجه وحشه اصلا. لا لا كولا لا 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 كولا لا. احنا اخترنا من هنا المره اللي فاتت، يبقى لا هي كوكو واوا. مانجا. الله. 3 ورقه عشان نخلطهم على بعض بقى. هيحي بيحي. احنا اخترنا من هنا، بعد كده من هنا. نرجع تاني من هنا ولا من لا تعالي بقى. الله الله الله. تفاح. تفاح يعني عادي، بهزر معاكم يعني. انا بهزر يا مدام، ما بتهزرش. مانجا، ماء تونيك، تفاح. انا حاسس ان الخلطه دي هتبقى حلوه المره دي، بس ربنا يستر من ماء تونيك. بسم الله. اودعها قبل ما تبوظ. انجو. سلام سلام. تفاحو، ماء تونيك. الله 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 الله. زي ما قلت لكم عشان نتاكد ان هم اختلطوا مع بعض على الخلاط. والآن نسمي بسم الله. أنا متحمس إن المشروب ده هيطلع حلو. والله بصوا، هو ماء تونيك فيه نديله مرارة شوية، بس المانجا مع التفاح حلو. بس أنا أعتقد لو كان ماء تونيك بس مع تفاح بس، أو ماء تونيك بس مع مانجا بس، كان هيبقى أحلى، وكنا نقلل النسبة بتاعت ماء تونيك. بس إحنا طبعا لازم نحط النسب زي بعض لأن ده تحدي. بس المشروب ده طلع جامد.
يا عيني ده اتصدم. بس لما دقته دلوقتي تاني بدأ يطلع لي فيه قطع كده، كنت مفكرها قطع مانجا، طلعت قطع بصل ما كنتش غاسل الخلاط. يا رب معدتي بتدعي عليا دلوقتي. الآن مع الجولة الثالثة، ويلا بينا نغني كاكا 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 كاكا. يلا بينا بسم الله. ايه بقى دي؟ غيرها فول. مش عارف غير الفول ده افرح ولا ازعل، بس على حسب اتحط على ايه. بس المشكله كل حاجات مش مناسبه، هو مناسب معاه ممكن البصل شويه يعني، بس برضه يبقى وحش. نسحب الورقه الثانيه ونشوف. ربنا يستر ربنا يستر. شفتها ميه مخلل بالشطه. مش عارف هي تمشي مع الفول، بس برضه كده يبقى طعمهم وحش. الورقه الثالثه عشان نخلط ونخلص. لا 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 انا عمال اسحب من هنا اهو، يجي الحمد لله اصلا مفيش ورق، يجي لي حاجات وحشه. نسحب بقى من هنا اهو. تعالي شوفوا بقى شوفوا بقى. ايه ده؟ ميه بسكر. يا نهار اسود، ده كده مخلل بالشطه، هنحط عليه سكر ونفول. الله. والله بصراحه بفكر ارجعهم تاني واعيد من الاول، بس المشكله الزعيم قد اي تحدي. يلا بينا. هقعد اقول لكم الزعيم قد اي تحدي قد اي تحدي لحد ما تلاقوني على الانستجرام معلق محاليل. يا نهار اسود. ميه مخلل بالشطه، غيرها فول، ميه بسكر، وعلى كوبايه الخل ميه مخلل بالشطه. يا نهار ابيض، ده شايفين من كتر الشطه عامله ازاي؟ غيرها فول، وبص اصلا هو فاصل وعامل ازاي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ميه بسكر. ادوقك يا غلبانه انت. يلا. وزي ما انتوا عارفين انا خلطيته، بس بتقلقوش انا غسلته من البصل. ها ماما وانت بتتفرجي على الفيديو، الخلاط ده مش بتاعنا. ها مش بتاعنا. ديها عايز اعرف انا متحمس ليه. نصب 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 نصب. بص هو ده شكله معانا زي ما انتم شايفين كده، في قطع مخلل فوق ومش عارف، تقريبا ده الفول فصل فوق كده. بص لو تحسوا ان فوق كده ايه لون وتحت لون. ربنا يستر بقى. انا مش عارف انا هعمل ايه في نفسي. ريحته مخلل وشطه، انا عيني حاسس ان انا خلاص هتدمع يعني. يلا بينا ندوق وربنا يستر. بسم الله. الشطه فيه مش قادر، الشطه فيه وطعمه مخلل وحادق على مسكر. الفول فيه مش باين خالص، هو باين فيه حدوقيه مع شطه، بس انا الحمد لله شربت منه بق اهو من هنا لهنا عشان ابقى قد التحدي الحمد لله يعني. خش على الجوله الرابعه. دلوقتي ميعاد الجوله الرابعه. احنا استخدمنا كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس. احنا استخدمنا الميه الخضراء، واستخدمنا ميه البصل، واستخدمنا ميه الفول، واستخدمنا ميه المخلل المشطشطه، واستخدمنا ماء تونيك، واستخدمنا المانجا، واستخدمنا الميه بسكر، واستخدمنا التفاح. ما استخدمناش اللبن بس استخدمنا البيبسي، فضل كده اللبن بس. فانا قررت قرار بصراحه، لو المشروب اللي جاي طلع طعمه حلو هنوقف على كده عشان يبقى ختامها مسك، لو طلع طعمه وحش هنكمل. فيعني مش عارف ندعي يطلع طعمه وحش عشان اكمل لكم الفيديو، ولا نطلع طعمه حلو عشان انا ارتاح، ولا ايه اللي يحصل. يلا بينا بقى التجربه عشوائيه ونشوف. دلوقتي يلا بينا نختار. يلا 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 نختار من، خلينا من اهل اليمين. ايوه ورقه دي ولا ايه؟ ماشي يلا بينا. طبعا الكاميرا مقلوبه فانا بشوف اهو ميه بسكر، يعني انا بشوفها في الكاميرا معاكم ميه بسكر. ماشي لحد دلوقتي حلو، بس اخترنا قبل كده. نفسي اللبن يطلع بقى عشان نبقى اخترنا كل حاجه. تاني ورقه معانا احنا اخترنا من اليمين وطلعت حلوه، نختار من الشمال. اي نعم الشمال بيبقى وحش بس ماشي يلا عشان ننوع. اول ورقه هتقابل ورقه دي ولا دي؟ اوعى تكون دي اللي اخترناها، انا حطيتها على جنب. لا مش هي. تفاح حلو، ميه بسكر على تفاح. فاضل التالتة. اقول لك بقى التالتة تطلع ايه؟ تطلع مخلل، هتطلع غيرها فول. انا حظ انا عارفه. بسم الله بسم الله. احنا اخترنا من اليمين واخترنا من الشمال، نختار من النص بقى. كده في النص اهو اهو اهو. ربنا يستر ربنا يستر، عشان انا حاسس ان دي هتطلع مصيبه. حاسس انها هتطلع مصيبه. ايه؟ لا لبن. انا مش عارف هو لبن. انا نفسي كان يطلع عشان ما اخترناهوش، بس المشكله ميه بسكر تفاح لبن. يعني مش عارف بصراحه تطلع حلوه ولا وحشه، بس ماشي يلا يلا. لو طلع طعمه حلو هيبقى اخر مشروب ان شاء الله. ميه بسكر، خلصت الميه بسكر. تفاح، خلص التفاح. حليب، عشان نتاكد ان هم امتزجوا مع بعضيهم على الخلاط.
1 2 3. توقعوا المشروب ده هيطلع ايه؟ اكتبوا في الكومنتات قبل ما ندوقه، هل هيطلع طعمه حلو ولا طعمه وحش؟ هو ده شكله معانا شكله حلو يعني، مش هقول لك وحش ولا اي حاجه، لا شكله حلو، بس الطعم اهم حاجه، الطعم. انت هتقلبها غم ليه يا بسم الله. والله العظيم طعمه جامد. ده كده بقى احسن مشروب معانا النهارده. انا بقول كفايه لحد كده وختمها ماسكه اهو، بلاش نجرب حاجه تانية اهو. المشروب كان طلع جامد اهو، بدل ما نجرب حاجه تخلينا نعمل مصايب ولا نروح في داهيه. عشان كده احب اقول لك ان انتهى فيديو النهارده. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتصلي على النبي في الكومنتات، دي اهم حاجه، وتفعل زر الجرس تعمل لايك للفيديو ده توصل له اكبر عدد من اللايكات. واسيبكم مع الكواليس. 1 2 3. لو اتحرق بكره تندم يا جميل. انا مجنون. افهم بقك يا دكتور، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. لبن. حليب. قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده، سهله. طبعا اللي مش عارف ايه الماء الخضر، الماء الخضر دي ميه كده بتتحط في الراديتير العربيه عشان تبرده، كلها مواد كيماويه طبعا اللي احنا شربناها النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.